انعقدت اليوم الدورة العادية للمجلس الإقليمي. عنوانها يعني واحد العدد ديال النقاط اللي كتهم مشاريع اتفاقيات شراكة لإنجاز مشاريع تنموية مع عدد من الجماعات اللي هي تندوت وإيمينولون وتلوت. وسبق المجلس الإقليمي أن أبرم اتفاقيات يعني مماثلة مع جماعات أخرى. كما تميزت هذه الدورة بالمصادقة على اتفاقية شراكة مع وزارة الداخلية مديرية الجماعات الترابية، وكذلك جماعة الكونغو برازافيل اللي كتعلق يعني بإنجاز واحد المنصة شبابية بتمويل يعني يقدر ب3 مليون ديال الدرهم، تساهم فيه يعني وزارة الداخلية ب60% والمجلس الإقليمي ب30% والجماعة يعني كونغو برازافيل ب10%. ومن شأن هذه بطبيعة الحال الاتفاقية أن يعني تسمح ببناء يعني منصة للشباب، مع يعني أنه تزويدها بالكفاءات يعني البشرية اللي غادي تلقى التكوين ديالها في جامعة الأخوين هنايا في جامعة بيسوسات في إيرلندا في قسات في مختلف مناطق الجامعات الشريكة. وإليكم الآن جدول أعمال هذه الدورة. النقطة الأولى ثم كذلك كانت الفرصة لمواصلة يعني أنه دعم الأنشطة الرياضية اللي بطبيعة الحال عبر إنجاز يعني وإبرام اتفاقيات شراكة لدعم يعني أندية في إطار تتمارس في إطار العصبة، ولكن كذلك يعني الدوريات اللي كتمارس في محترف يعني الجماعات. هذه الدينامية كلها الحمد لله تأتي في إطار يعني أنه التنسيق المستمر مع السلطات الإقليمية، ومع كذلك من طبيعة الحال التوجيهات دائما التي نستمدها من الخطابات الملكية لكي يوضع دائما الإنسان يعني في صلب الاهتمام ديال المشاريع التنموية. وبالمناسبة يعني أنه نشير إلى أن الحمد لله المجلس الإقليمي استبشر خيرا بالتساقطات المطرية الأخيرة التي من طبيعة الحال رفعت من حقنا السدود، ولو أنها خلفت يعني بعض الخسائر المادية يعني الطفيفة، ولكن الوقع ديالها كبير كذلك في نفوس الساكنه. والمجلس الاقليمي في هذا الاطار يعني سخر الاليات ديالو باش انه تكون في عين المكان والتواجد والتعاطي مع مختلف يعني انه الانهيارات اللي وقعت.